الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاضرتنا اليوم عن ما هي المعادلة وكيف تنجح في امتحان المعادلة. المعادلة يقصد بها امتحان تنظيم مهنة القانون، والمعادلة زيها وزي أي امتحان في الجامعة، نفس الأسئلة بتكون مرت عليك أكثر من مرة، ولكن هنالك فنيات بسيطة تتعلق بمدى فهمك للقانون. المعادلة لها خلفية تاريخية انقضت الآن لم يعد لها وجود. تاريخيا كانت هنالك جامعة واحدة معتمدة وهي جامعة الخرطوم، وكانت هي شهادة الأساس التي تقيم على ضوئها شهادات الجامعات من الجامعات الأخرى. وبسريان قانون تنظيم مهنة القانون أصبح المؤهل للاشتغال في أي من المهن القانونية هو شهادة تنظيم مهنة القانون لسنة 1966. مجلس تنظيم مهنة القانون هو الهيئة المشرفة على هذه المنافسة والسلطة المقررة بشأنه، ويسند إليها وضع الامتحانات عبر لجان متخصصة من أساتذة الجامعات ذوي الكفاءات القانونية العالية. وذات اللجان تتولى التصحيح، وسكرتارية المجلس ترصد الدرجات بعد استلام كراسات الإجابة من اللجان. تعد النتيجة وتقدم للسيد وزير العدل باعتباره رئيس امتحان تنظيم مهنة القانون للاعتماد، ثم تعلن النتيجة. امتحان تنظيم مهنة القانون امتحان مهني بحت وليس أكاديمي، والهدف منه تحديد المستوى المناسب لممارسة مهنة القانون ومعرفة ما إذا كان لديك الملكة القانونية أم لا. فهم النصوص القانونية فهما صحيحا يتطابق مع الغرض الذي من أجله نشأ القانون، ولا بد أن تكون ملم بأسلوب خطابي ولغة قانونية، فالقانون يدرس ليطبق لا ليحفظ. نقطة ثانية مهمة، في قضايا بتجي في الامتحان ودي بتشكل عقدة لكثير من الممتحنين، وحل القضايا في المعادلة معرفة المبدأ القانوني. بمجرد ما تكتب المبدأ الصحيح فأنت أصبت الإجابة. ابتداء التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الدارس الممتحن الاطلاع على السوابق القضائية ومراجعة الامتحانات السابقة، وعند الإجابة على أي سؤال عليك بكتابة مقدمة قبل الإجابة. مثلا إذا سئلت عن اسمك، السؤال كان ما هو اسمك أو أذكر اسمك، يفترض الإجابة تكون وفقا لقانون السجل المدني السوداني لسنة 2001 اسمي الوارد في شهادة الميلاد هو محمد صديق كشاف. عرف البينة. يفترض تكون إجابتك كالآتي: وفقا لما جاء في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 عرف المشرع البينة بأنها أي وسيلة يتم بموجبها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بالنزاع أمام المحكمين أو الموافقين. وهكذا في كل الإجابات. ولكم جميعا الأمنيات بالتوفيق والسداد إن شاء الله، وربنا يوفقكم، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.